هذا الفيديو لكل انسان عم فكر يجي لهولندا. هذا الفيديو لكل انسان بقول لي وين احسن، المانيا ولا هولندا ولا بلجيكا ولا النمسا الا. هذا الفيديو اسمعوا للاخير. وحابب تعرف الوضع في هولندا؟ اسمع، الوضع في هولندا يا حبيبي على حاله، في إقامة، في لمشمل، في كل شيء. ولكن هلا اللي عم بدخل جديد، عم ببصم جديد. طبعا في انتخابات 22 الشهر، هذا الشهر 11 في انتخابات، راح يتم تشكيل حكومة جديدة وراح يتم نص قرارات جديدة اكيد على الحكومات الجديدة، على الحكومة الجديدة، يعني قرارات بتخص اللجوء. الله العليم، ما حدا بيعرف شو هي القرارات اللي راح تطلع لحد الان. في لمشمل، في إقامة، في كل شيء. ولكن نحن عم نقول ولكن هلا اللي عم ببصم عم بياخذ بطاقة تعريفية مدتها 18 شهر. يا صاحبي يعني لا تحصل على إقامة بدك من شهر ل 18 شهر، وإن شاء الله بتحصل عليها بسنة وشهرين، ب8 شهور، 9 شهور. أنت وحظك، خليك معي. اللي عم بدخل جديد هلا عم ببصم طبعا قبل الانتخابات، عم ببصم هلا قبل الانتخابات، عم بياخذ بطاقة تعريفية مدتها 18 شهر. تمام، مدة 18 شهر اخذ الاقامة، خلينا نحسب بالسنة، سنة وشوي. بعدين قدم لمشمل كمان بده سنة وشوي، يعني بدك 2.5 3 سنين. تمام، مش سنتين لسنتين ونص 3 سنين. هذا الوضع حاليا. ولكن بعد الانتخابات شو بيطلع قرارات ما حدا بيعرف ابدا، ولا حدا بيحسن يقول لك ابدا. يعني نحن ما لنا ضامنين حالنا. يعني هلا صار لي تقريبا مثلا دخلت في بداية الشهر العاشر من مرحلة لجوئي في هولندا، ولحد الان مالي مساوي غير مقابله من 8 شهور، مقابله اولى للاي ان دي، ومصحح مع المحاميه من 3 شهور تقريبا، ولحد الان ما في اي شيء ابدا. ومثلي متايل اللي صار له سنه، واللي صار له 15 شهر، واللي طبق ال 15 شهر والله وما اخذ اقامه. في ناس ب6 شهور اخذت اقامه، وفي ناس طبقت ال 15 وما اخذت اقامه. يعني يا حبايب الوضع ما بنحزر عليه مثل ما بقولوا، يعني حظ. بلد شلون ماشية، بينه قانون ماشية. يعني تخيلوا اخين بصموا سوا وحكوا الحكي سوا، اثنيناتهم بصموا سوا، والكلام كان سوا، والطريق نفس الطريق، كل الوثائق قدموها نفس الشيء تقريبا. اخ اخذ الاقامة على المقابلة الكتابية، واخ اجته ثالثة اجى رفض الكتابية. تخيلوا يعني اخين، فما بالك من كل انسان لانسان ايش بيختلف الوضع. تمام حبايب، لحد الان الوضع على حاله. اعمل لي حسابك عم تاكل الاقامه من سنه لسنه و3 شهور، سنه ونص. يعني تحت السنه اللي بياخدها هتصار ملك. بالاخير ربي يسعدكم ويجمعكم باحباب قلبكم.